انت. ايه الصوت ده؟ انت مين؟ مش مهم دلوقتي انا مين، خلينا نلعب لعبة. انت دلوقتي قدامك ما بين باب فيه قطعة جبنة والباب التاني فيه قطة مفترسة. ايه اللعبه الغريبه دي؟ ما اكيد اختار الباب اللي فيه الجبنه. ايه اللي هيخلي فرع عاقل يختار باب فيه قطه مفترسه؟ ايه الذكاء اللي انت فيه ده؟ لا، للأسف ده مش هيكون اختيارك. يعني ايه؟ اختيارك هيكون الباب اللي فيه القطة. مش مهم دلوقتي تعرف ليه، المهم ان ده هو الاختيار الصح. انت صح. انا هختار الباب اللي فيه القطه. سو ما تخافوش على الفار، يعني هو الفار زي الفل. أهلا بيك يا بشري في رحلة جديدة من رحلات عمك الأميب. موضوعنا النهاردة هيبقى عن طفيلي، مش هيبقى عن أميبا زي كل مرة. طفيلي اسمه توكسوبلازموزيس جونديوي، بس عشان نفهم دورة حياته هنحتاج نتخيل قصة. في مرة كان في فار ماشي في بستان. أيوة، هو الفار اللي في بالك. الفار ده كان جعان، فاتغذى على الغذاء الأساسي بتاعه اللي هو العشب. بس العشب ده ما كانش عشب عادي، العشب ده كان ملوث بالطفيلي اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. خلينا نقول يعني ان الفار ده بقى مصاب. طيب دلوقتي الطفيلي ده كائن متطفل، ودلوقتي لقى كائن يتطفل عليه، اكيد هيبقى سعيد. بس للاسف دي مش الحقيقه. الوضع اللي جوه الفار مش الوضع اللي بيقدر فيه الطفيلي ده يتكاثر. المضيف اللي هو فيه يعتبر طريق مسدود بالنسبه له. المضيف المثالي للكائن ده هو القطه. هناك الطفيلي بيبقى في احسن اوقاته ويقدر يتكاثر بسهوله. بس هو دلوقتي في مضيف أبعد كل البعد عن إن هو يوصل للكائن ده، خصوصا إن الكائن ده ممكن يفترسه. هو مش ممكن يعني، هو أكيد. فالطفيلي هيضطر يغير شوية حاجات. الطفيلي هيضطر يلعب في كيمياء المخ كلها بتاعت الفار، منها زيادة إفراز هرمون الدوبامين، بحيث يقنع الفار ده إن القط مش مفترس، القط ده كائن جميل. طب ما القط كائن جميل يا عم الأميب. هو جميل جدا بالنسبة لك طبعا، بس مش الفار. بالنسبة للفار هيبقى جميل جوه بطنه، لحد ما الفار أخيرا يقتنع. وانت عارف اللي هيحصل بعدها. غالبا يعني القطة لما بتتصاب بالطفيلي ده مش بيظهر عليها أي أعراض، فالحالة بتبقى وين وين سيتويشن مع بعضيهم. انت هتجيب لي أكل وأنا هتكاثر جواك. طفيلي صغير زي ده، تخيل إن هو قادر يغير كيمياء المخ الكائن حي ده. الحمد لله يا عم الأميب إن هو مش بيجي للبشر. مين قال لك كده يا بشري؟ أنا قلت كده؟ بس خليني اطمنك، الطفيلي ده مش بيأذي البشر قوي بالطريقه اللي انت متخيلها يعني. رغم ان في ابحاث بتقول فعلا ان هو ممكن يغير كميه المخ للانسان، بس الكلام ده مش مؤكد. بس الطفيلي ده ممكن يكون مؤذي في حاله واحده، وهي في حاله الحوامل. الطفيلي ده للاسف ممكن يسبب تشوهات او حتى اجهاض للجنين، وخصوصا ان الاصابه بتحصل بطريقه بسيطه ما يحصل تلامس مع فضلات القط او القطه يعني. بس كده يا بشري، دي نهايه حلقتنا النهارده. انا غالبا يعني جاوبت على معظم اسئلتك، بس لو في اسئله طبعا انا ما حصليش الشرف ان انا اجاوب عليها، اكتب لي في الكومنتس. متنساش تعمل لايك واشتراك، وبس كده. عمك الاميبا ينصرف.